شو إذا طلع كل شي عم نعيشه اليوم، من أخبار صادمة لمشاهد خطف، لثورات، لسقوط، لانتصارات وهزائم، لضياع هوية أو استرداد حقوق، شو بدك سميه؟ شو إذا كان كل هاد عبارة عن مشهد أو مسرحية كونية، وبالنهاية رح يطلع صوت ويقلك انتهى المشهد، أنت كنت باختبار فرز وسمحنا يتمارس عليك ظلم وطائفية بس لحتى ينشاف كيف رح ترد عليهم. هل رح تكون صدى ورد فعل مماثل ومعاكس لإلهم؟ شو إذا قلك بأنه هالاختبار القاسي فعلا هو بس لأنه في أرض جديدة يتم إنشاءها بالخفاء، وما رح يقدر يروح عليها اللي حامل ثقل من الحقد والكراهية والشك؟ مين قالك إنك لازم تكون ضمن مجموعة حصرة وتفكروا مثل بعض؟ بركي اللي عم بيصير هو أصداً عم يعزلك لتفك ارتباطك بكل قالب قديم. بركي في أمر إلهي بتكسير كل الهياكل القديمة لكل الطوائف، كل الجماعات، بكل سردية أحادية وحقيقة ناقصة تحولت لأصنام وقيود وصار لازم تنتهي. بركي ليرجعك ويرجعك للأصل بعد ما ضعتوا بالتشعبات الدينية والأفكار الوضعية البشرية بسبب كتير من التخلف والجهل، أفكار صار لازم تموت فيكم لتعيشوا أنتوا. بركي هالدمار الشامل هو مقدمة لعمار بمكان تاني ببلش من الداخل. بركي شو إذا كان كل هذا الوجع والألم هو بس لتتعرفوا على مخزونكم المنفي باللاوعي من الخوف والذنب والإيمان بالمظلوم